قصة طنط سعاد. تعالوا نسمع قصة طنط سعاد دي بسرعة، ممكن تفيدكم في جزء من اللي أنا قلته. طيب دلوقتي أنا عرفت حاجات مثلا عن القرار، وعرفت إن أنا مهم أخد بالي من أفكاري، وعرفت إن أنا مهم أخد بالي من مشاعري، وعرفت إن أنا أركز مع قيمي واحتياجاتي، وأشوف الأول أنا فاهمة الصورة صح والصورة واضحة بالنسبة لي ولا لأ. طيب يا ريت محاضرة عن وضع الحدود من غير ما حد يزعل. جميل، حاضر إن شاء الله يدل. تعالوا نشوف، لو أنا المعلومات اللي خدتها النهاردة دي جيت أطبقها، مش عايزاكم تطبقوها زي ما طنط سعاد طبقت. تعالوا نسمع قصة طنط سعاد. مين جاهزة تسمع القصة؟ اللي جاهزة اكتبي لي واحد، يلا اللي جاهزة تكتب واحد. يلا كده نشوف مين جاهز. طنط سعاد دي أم مصرية جميلة، بتشتغل مدرسة، وطبعا انتوا عارفين مدرسة وتقييمات وتمام. ليها فترة تشوف فيديوهات، اهتمي بنفسك، المي تايم لازم يبقى لك وقت خاص بيكي، ولازم تهتمي بنفسك. راحت خدت قرار ان هي لازم تهتم بنفسها. ماشي. المهم في يوم راحت الشغل يعني خدت حصصها وخلصت الشغل، وجابت الولاد من المدرسة وراجعة، طبخت، عملت الغداء، وهي جاية في الطريق اشترت رواية كانت نازلة جديد. هي بتحب القراءة وليها فترة مش بتقرأ، مش بتلاقي وقت طبعا تقرأ، فهي بتحب القراءة، ففي رواية للكاتبة المفضلة بتاعتها. المهم اشترت الرواية وهي راجعة، وقالت أنا حابة ابتدي النهاردة إن أنا فعلا أخصص لنفسي وقت وأهتم بنفسي روحت البيت وعملت الغداء وبعد كده رجعت شوية دروس مع الولاد وواجباتهم مش عارفة إيه. على الساعة 9 كده الولاد ناموا، راحت هي جابت الرواية الجديدة بتاعتها وعملت مج النسكافيه ومددت كده على الكنبة وماسكة الرواية في إيديها. فتحت الرواية، وأول يعني يا دوب كده حست كده إن هي إيه، شايفة الكلام بيروح ويجي قدامها. راحت بعدها كده سمعت، صحيت على صوت ابنها بيصرخ يا ماما النسكافيه اتدلق الحقي. صحيت على صوت ابنها على النسكافيه اتدلق على الكنبه وعلى الروايه وعلى السجاده. ايه اللي عملته بقى طنط سعاد؟ ايه اللي عملته غلط هنا؟ التوقيت ما كانش صح. التوقيت ما كانش صح. ايه كمان؟ كانت محتاجة تنام، يعني كانت محتاجة ترتاح. ايه كمان؟ أو بمعنى أدق قدرت احتياجاتها غلط، قدرت احتياجاتها في التوقيت دوت غلط. جميل. هي ايه ما تاني؟ عملتش فاصل في النص، هي عملت على نفسها عبء زيادة وما خدتش فاصل في النص، فكانت خلاص أرهقت بعد ما طاقتها خلصت. فكرت في نفسها، هي المفروض تفكر في نفسها في الأول أو في نص اليوم، بتدي نفسها وقت. هي ما ادتش لنفسها وقت، هي بعد ما خلصت خالص كل الاحتياجات اللي موجودين افتكرت نفسها في الآخر، ما حطتش نفسها أولوية. جميل. وقتها خدته بعد ما طاقتها خلصت، هي عملت نفسها آخر حاجة، وللأسف ده يقع فئة مش فاهمة، تشحن نفسها الأول وبعدين تدي غيرها، ما اختارتش الوقت المناسب للقراءة. حد له رأي تاني؟ صحيح. أيوة بتقع فيه. تمام ماشي. طيب اللي حصل ان هنا ممكن نقول ان هي خدت قرار الاهتمام بنفسها بالحماس والعاطفة والمشاعر بس. ليه؟ لان هي ما وفقتش بين الظروف واليوم والمشاعر، الحماس اللي عندها ان هي تهتم بنفسها وتقرا، ده طبيعي، ده حقها وده احتياج مهم. بس على الجانب الثاني انا محتاجه اشوف الظروف، محتاجه اشوف المنطق، محتاجه اشوف الوقت المناسب.
الاهتمام بنفسي مش شرط ان انا اخصص وقت معين، لا عادي ممكن يحصل في اي وقت وفي اي، بس اهيئ الظروف، مش اخد القرار بالحماس والعقل وانسى المنطق والظروف. هي كانت محتاجه ترتب تهيئ الظروف، تشوف وقت، يوم اجازه، يوم ما فيهوش ضغط، يوم ما فيهوش طبيخ، يوم كده. لكن مش هاخد القرار بمشاعري بس والحماس ياخدني واجي في الاخر البس في الحيط. وده اللي انا مش عايزه ان اي حد مننا يعمله. يعني احنا سمعنا النهارده كذا حاجه عن القرار، لما اجي اطبق، استاذنك يا دكتوره على الشريحه اللي بعدها، محتاجه اطبق بالتدرج المناسب ليا، اللي انا مسمياه سيف ستريتشنج. سيف ستريتشنج يعني تدرج امن. يعني ايه تدرج امن؟ يعني يكون مناسب ليا، مش مزعج، مش حاجه بتخض. احنا طبيعه مخنا اي تغيير بيرفضه، فلما اعمله، يعني لما هدخل عاده جديده او حاجه جديده بعملها، محتاجه ادخلها بالتدريج. اعمل النهارده حاجه، بكره اعمل حاجتين، بعده 3، وهكذا. ده اللي اسمه سيف ستريتشنج لاي تطبيق في اي حاجه، في اي عاده بتعمليها. تعمليها ازاي؟ تعمليها حسب ظروفك وحسب الموقف اللي انت فيه. انا ما اقدرش اقول لك ايه المناسب ليكي، انت اللي تحددي الطريقه المناسبه ليكي، الكيفيه المناسبه ليكي اللي تطبقي بيها الحاجه. لكن ما تطبقيش الحاجه بحماس مبالغ فيه، ما تطبقيش الحاجه بالمشاعر بس، لا. شوفي المشاعر بتقول ايه والمنطق والظروف اللي حواليكي بتقول ايه. السيف ستريتشنج ده اللي هو التدرج الآمن ليا، التدرج المناسب ليا حسب طاقتي، حسب ظروفي، حسب الوقت والمكان اللي أنا فيه. لأن لما بطبق الحاجة بحماس مبالغ فيه، بلاقي نفسي يومين والحماس نزل ل7 أرض. ليه؟ لأني ما سمعتش الأصوات المختلفة، صوت المشاعر وصوت المنطق وصوت العقل، ما وفقتش بينهم، أنا خدت صوت واحد ومشيت بيه. فده مش تدرج آمن، ده مش سيف ستريتشنج، بالعكس. بتلاقي نفسك يومين والحماس ده نزل في الارض. ليه؟ لانك ما احترمتيش الاصوات المتناقضه اللي جوه دماغك والحاجات اللي عكس بعض. فمحتاجه تحترمي طاقتك وقدراتك وتمشي بالتدريج. الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. لا قال اكثرها ولا قال اكبرها، لا، ادومها. الاستدامه دي بتيجي منين؟ ان انا بمشي بالتدريج، واحده واحده، بالسرعه المناسبه ليا، مش السرعه المناسبه لغيري، ولا حد بيبص لي عملتي كذا ولا ما عملتيش، لا. انا بمشي بالسرعه المناسبه ليا انا، بالطاقه المناسبه ليا انا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. يعني الحديث ده استعن حضرتك بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. حضرتك لسه ذكرتيني بيه دلوقتي حالا لما حضرتك قلت أدومها وإن قل. بالظبط كده. بس احنا بننسى والحماس بياخدنا فلا، احنا محتاجين اي حاجه تطبقيها جديده عليكي يبقى سيف ستريتشنج، كاني بعمل تمدد كده، تمدد لقدراتي وتمدد لطاقتي، بس امن، ما يزعجنيش، ما يخضنيش، ما يلخبطليش الدنيا.